الأهلي يعود لهوايته المفضلة بلس 90 بالقضية من صاحب القضية. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. وده اللي هياخدنا للتشكيل بتاع عموتة من البداية. بدأ بشوبير، أمام منه هادي رياض وعمرو الجزار، على اليمين محمد هاني، على الشمال كريم فؤاد، في وسط الملعب دستروير، 2 دستروير، مروان عطيه واحمد نبيل كوكا، وامام منهم زيزو، وعلى اليمين طاهر محمد طاهر، وعلى الشمال بن شرقي، وفي الامام منصف بكرار. وده اللي احنا طبعا كنت حاطط تشكيل امبارح الامثل للنادي الاهلي، وده اللي هو انتهى بيه عموته بعد التغييرات. المفروض كان بدأ باللي انتهى بيه من تغييرات، ولكن ده برضه بيكشف لك قد ايه ان الراجل بيستكشف لسه، وبيبدأ يحط ايده على العناصر المهمه بالنسبه له، العناصر اللي هتفيده بعد كده. ودي حاجه انا بشوفها حاجه مميزه جدا جدا في عموته، لان هو بدا يجدد افكاره، مدير فني عنده شخصيه، عنده منتاليتي النادي الاهلي. امبارح زي ما شفناه امبارح مش واقف بيتفرج زي اللي كنا بنشوفهم قبل كده، لا الراجل دايما وابدا بيوجه في الملعب. حسام حسن جديد في الكره المصريه. اللعيب المصري عامه بيحتاج يا جماعه ان زي ما شفنا قبل كده مانويل جوزيه كان بيقوم ويقلع الجاكيته ويعنف اللعيبه في جيل العظماء، فما بالك بقى الجيل اللي انت فيه دلوقتي. محتاج دايما وابدا توجيه، محتاج انك دايما وابدا تفوقه وتبقى قدام منه على طول، بتندهله، بتزعق له، بتفكره باللي احنا اتكلمنا عليه. وده اللي امبارح شفناه حتى في اكتر من لقطه مع زيزو برده في الوقت المستقطع بعد الهدف الثاني. فطبعا ده مدير فني بيبين قد ايه ان هو لا مدير فني ما بيخشاش اي نجم، بيوجه دايما وابدا اللعيبه. بيعنف زيزو امبارح على لقطه الهدف الثاني اللي كانت بادئه من عند زيزو، ده اللي احنا هنيجي فيه. هنروح هنا طبعا الهدف الاول في النادي الاهلي، هدف يعني كارثه من لعيب وسط ملعب دستروير زي احمد نبيل كوكا، يحط الكره بالشكل ده، قلب بيه كوره على طول. انا بظهر الملعب مش شايف مين اللي جاي، الكره جايه على طول احطها على جنب الملعب، حتى لو اتاخدت تبقى بره بعيد عن مناطق الخطوره، لكن بيصلحها، عاملها اسيست للراجل. وطبعا ده اللي هياخدنا برده المشكله الثانيه من شوبير في التصدي. كره سهله، بشوف ان مصطفى شوبير يتحمل جزء كبير جدا جدا من الهدف مع احمد نبيل كوكا في وسط الملعب، محدش يبعد الكره بالشكل ده اطلاقا. هنروح برضو لركله الجزاء المهدره والمشاكل الكبيره جدا جدا اللي عندنا في الدفاعات، عندنا في وسط الملعب خاصه. ما هو الدفاع يا جماعه بيبدا من وسط الملعب وعلى الاجنحه، مش القلبين الدفاع فقط لا غير، والاطراف اللي موجودين. الكره امبارح اتلعبت في ظهر كريم فؤاد، كريم فؤاد طبعا تعثر، وركله الجزاء مليار في الميه شال الراجل، والحمد لله اهدرها محمد حمدي بعد منها على طول بدقيقتين. تاني نفس اللعبه الكره، ولكن الناحيه الثانيه عند محمد هاني، والمشاكل برضو اللي موجوده هناك عند محمد هاني وما بين هادي رياض. الكره اتلعبت في وسطهم ما بينهم الاثنين، ولكن كان خطا في البدايه من تمرير من احمد سيد زيزو. زي ما شفنا عموته بيعنف زيزو ويقول له لا كنت لازم تقف على كورتك وتستلمها، ما تحطش الكره بتمريره سيئه بالشكل ده. الكره اتاخدت على طول، اتحطت، ضربت بيها كل الخطوط. محمد هاني طبعا المفروض كان مع الراجل ده كان يلحق، ولكن برضه فرق السرعات ما بينه وما بين هادي رياض. الراجل بمنتهى السلاسه، هدف جميل جدا جدا، الراجل على طول موسع لنفسه، حاططها ببطن رجله هناك في البعيده وقتها من الشبكه. وده طبعا بيعرضك لمواقف كتير جدا جدا انت محتاجها، بيبين لك قد ايه الشخصيه اللي عند اللعيبه وعند المدرب ما رمتش الفوطه، وشخصيه النادي الاهلي قدرت تعمل ريمونتادا بعد كده بهدف متميز جدا جدا. كان برضه ده اللي هياخدنا لطاهر محمد طاهر والتقصير اللي فيه طاهر محمد طاهر. ولازم الراجل ده يعرف قد ايه ان طاهر ممكن احتاجه في بعض الاوقات، في بعض الماتشات اللي انا محتاج فيها اكون فيها مدافع شويه، في الماتشات الكبيره يقدر يعمل الجزئيات الدفاعيه. لكن انا شفت طاهر محمد طاهر لا موجود في الجزئيات الدفاعيه ولا موجود في الجزئيه الهجوميه، لعيب محدود ما عندوش الحلول اللي تقدر توصلك للمرمى. لعيب الطرف ده يا جماعه يبقى يقدر يعمل لك، هو اللي بيصنع لك الفارق. الكره بدات من عنده، شال عرضيه المفروض كان ينزلها لتحت، زيزو عمال يشاور له، اكتر من لاعب في منطقه الجزاء بيشاوروا له ان هو يحطها لتحت، لكن اللعيبه عرضيه مش عارف لمين اطلاقا. ولكن الكره الراجل ابعدها بشكل خاطئ، رجعت تاني برضه الراجل ابعدها بشكل خاطئ. ولكن هنروح هنا بقى للهدف العالمي، بشوف من وجهه نظري هدف الموسم. مروان واخدها ومصلحها وبرباط الجزمه حاططها صاروخ، ولو 10 تجوان في المرمى مش هيقدر حد يصدها. هدف عالمي بشوفه هدف الموسم من مروان عطيه. وده اللي ياخدنا تاني للريمونتادا من ركله الجزاء. منصف بكرار يا جماعه بشوف ان هو لعيب كبير جدا جدا، لعيب متميز جدا، عنده اللمسه ولعيب متحرك. ولكن مع الوقت هنشوف منصف بكرار بوجه جديد مع عموته، بيثق فيه جدا جدا وفي امكانياته. امبارح
لعب الماتش كله كاملا، لعيب متحرك بشكل كبير جدا جدا، ولكن كان ينقصه امبارح اللمسه الاخيره او اللمسه اللي قبل الاخيره. حط عرضيه مميزه جدا جدا لبن شرقي، بن شرقي سارق المدافع وكان راكب الكره، ولكن المدافع هنا الناس اللي بتتكلم بتقول ان هي مش ركله جزاء، المدافع زقه بكوعه. طبعا اللعيب لما بيبقى في الهواء ما بيبقاش ماسك نفسه، فطبعا هو في الهواء فاقل لمسه ليه بتوقعه زي ما حصل امبارح مع بن شرقي. ركله جزاء مليار في الميه، دخل زيزو حطها بمنتهى البراعه في المرمى، هدف. ده برضو اللي هياخدنا امبارح للهدف العالمي. وزي ما اتكلمنا وقلنا على كريم الدبيس، بشوف ان لعيب كورته كويسه جدا جدا، محتاج ياخد بعض الوقت ويحتاج ياخد الثقه من عموته، لازم يديله. برضو جبت انت توفيق محمد، بشوف ان كريم فؤاد في الحته دي مش هيفيدك احسن حاجه. تقدر تستغل كريم فؤاد باك يمين على الطرف، يقدر يكون له بعض الاوقات يلعب فيها. بشوف ان هو لعيب مميز جدا جدا، لكن مش باك شمال اطلاقا. وزي ما اتكلمت وقلت، كريم الدبيس ادي العيش لخبازه، هو لعيب بيقدر ينقلك من المرحله الدفاعيه للمرحله الهجوميه، لعيب مميز جدا جدا. حطها هنا من لمسه مميزه جدا جدا لسفيان بن جديده، قطع قدام المدافعين، سبق وسرق، فضل مساحه لقفشه، وده اللي ياخدنا لقفشه وهو بيشاور من البدايه لكريم الدبيس يحطها لسفيان بن جديده. سفيان على طول بلمسه كعب الغزال يا متحني، حاططها على طول بلمسه سحريه ضرب بيها كل الخطوط لقفشه اللي هو قاري المشهد من البدايه، رايح. وبرضه هنا بفنت عالمي جدا جدا، موع حارس المرمى ان هو يحطها في البعيده. حارس المرمى هتلاقيه كان رايح على البعيده، قفشه حطها له بمنتهى الذكاء في الضيقه. هدف بلس 90 ماركه قفشه وماركه النادي الاهلي بالقضيه، علشان النادي الاهلي يحرز اول 3 نقاط. وده اللي بياخدك هنا دي الشخصيه. مكاسب المباراه عديده جدا جدا. سفيان بن جديده لعيب متميز جدا جدا، منصف بكرار لعيب متميز جدا، بن شرقي راجل المباراه امبارح كان عامل واخد الجبهه كلها بمنتهى التميز. احمد سيد زيزو هدف في برشلونه، ثم هدف من ركله الجزاء، وعمل اكتر من كره مميزه جدا. عمل فنت امبارح عالمي وحط الكره، ولكن تصدى لها حارس المرمى. عندك مكاسب عديده لازم تشتغل عليها بشكل كبير جدا جدا. بشوف ان الجزار برضو عمل ماتش كويس جدا. هذا الرياضي امبارح ما كانش موفق احسن حاجه، فدي مكاسب كتير جدا جدا مع الوقت انت بتبدا تحط نفسك فيها، وبرضه بنت عندك الشخصيه انك تقدر ترجع. وبرضه هنا اللي بياخدنا ان النادي الاهلي كان نازل متهاون، حاسس ان هو راكب الجيم من البدايه. لا، ده انت مفيش منه خالص، انت المفروض تنزل تدوس على الفرقه زي ما نهيت. لازم تبتدي، لازم تحط الفرقه كلها في ال18، تبدا تهددها في واحده في الثانيه، تجيب هدف زي ما قلنا في البدايات علشان يفتح لك كل الخطوط، بدل ما الفرقه تبقى متكتله قدامك لا بتخليها تفتح غصب عنها. فده المكاسب الكتيره جدا جدا. كسبت مدير فني قدر يتعامل مع المشاكل اللي كانت موجوده بشكل كبير جدا جدا، وزي ما شفناه برضه في نهايه المباراه بيزعق وبيوجه اللعيبه على اللي احنا شغالين عليه. فمدير فني انا بشوفه لسه برضه الحكم عليه بدري، ولكن في حاجات بوادر بتبان. فان شاء الله باذن الله دي كلها مكاسب النادي الاهلي. الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي. وفي الختام سلام.